معانا دلوقتي المهندس محمود الشامي، والد المهندس مصطفى الشامي، رئيس مجلس اداره نادي الوداد. بيقول لك الف مبروك يا حاج محمود. حاج محمود طبعا رمز من رموز المحله كلها. بنقول لك الف مبروك يا حاج محمود. تقول ايه النهارده لشعب المحله كله؟ بقول لهم الف مبروك لكل بيت، لكل واحد في مدينه المحله، عوده البلديه بعد 15 سنه. اصعب دوري تم، فرقه ممكن كانت تصعد دوري ممتاز او تنزل كانت درجه ثالثه. شروط كانت صعبه جدا، لكن الحمد لله سعاده بالغه. يعني انا رجعت 20 سنه واحكي لي وانا بطلع الفريق في 2006 من 18 سنه. اخر مره مع كابتن حلمي حسيت ان انا لسه كانت امبارح. يعني سعيد سعاده سعيد ان التجربه دي نجحت. بشكر مجلس اداره برئاسه حسن مصطفى الشامي على المجهود المبذول. شباب جاب جهاز شاب، وده المرحله. الشباب المحله لما شباب مصر لما يقدر يعمل حاجه والطالب يقدر ينجز، ادوا للشباب الفرصه، وقفوا حولهم، دعموهم بخبراتكم وبروحكم هتوصلوا لحاجه بعيده قوي في كره القدم. ادوا للشباب الفرصه واصبروا يعني، لكن هنفضل مؤيدين بنفس اللعيبه وبنفس الاجهزه الفنيه. معلش اللي بقى لها 30 سنه بتدرب لسه بتدرب، احنا مش هنوصل لها. طب في شباب النهارده اشتغل على نفسه، اجتهد وثقف نفسه وعنده الموهبه. اتمنى ان ندي الفرصه ونكسر الحاجز ده في الانديه الجماهيريه والشباب بالذات اللي بتعاني، عشان نعمل تجربه كويسه. واتمنى تطبق بقى الصناعه دي، مدخلاتها تعظم والناس تقف مع كره القدم، عشان كره القدم بتودي الجماهير في حته ثانيه. جماهير المحله وشعب المحله النهارده كله هتشوف النهارده يستقبل الفريق كله بفرحه في 2 مليون واحد النهارده في جوه كل بيت. فيعني فرحه كبيره. وبشكر طبعا يعني اخويا المهندس نادر حبيبي والمجموعه اللي موجوده، استقبال محترم وناس واعيه. ده العلاقه اللي بيننا احنا كرؤساء انديه، فرحه كبيره واستقبال محترم. بشكر الامن على انهم قدروا يامنوا المكان ويحافظوه، مع تحفظ طبعا ان في انديه بتلعب بجماهير والمنظومه محتاجه فعلا يتفعل كل دور في دور. يا جماعه لابد اللجان تشتغل. يعني لجنه الملاعب دي النهارده ما فيش حاجه اسمها انا كنت موجود. العب وصوب الملاعب ودعم الملاعب عشان يبقى في تكافؤ فرص والفرحه تبقى موجوده. النادي اللي بيلعب خارج ملعبه خلاص انت قتلته من الاول. اتمنى ان البلديه تلعب على ملعبها الموسم الجاي. الاستاد اللي موجود ده انا لعبت فيه اسماعيلي واتحاد ومصري واهلي وزمالك. يعني لازم يعني الناس اللي تعبت معانا يعني يتعبوا اسعاد الناس. ما تريحش نفسك في سبيل انك تزعل الناس او تتعب الناس، لا دورك انك تسعد الناس وتقوم بدورك وواجبك كل يوم بواجبه عشان الناس كلها تفرح ان شاء الله. الف مبروك يا حاج، وان شاء الله نشوف بلديه المحله السنه الجايه في المربع الذهبي باذن الله. يا رب نحقق امجاد بدايه صعودنا وان شاء الله نسعد الناس. الف مبروك يا حاج.